بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الديبندنت سورسز. الديبندنت سورس اللي قدامنا هو فولتج كنترولد فولتج سورس. تعال نرسم الدايره دي على ال تي سبايس ونشوف هي بتترسم ازاي وازاي هقدر اجيب الفولتج كنترول فولتج سورس هروح هنا على ال تي سبايس وابدا ارسم الدايره بتاعتي. هفتحه واروح دايس على نيو سكيماتيك وابدا احط الاجزاء بتاعتي. لو عايزين نبدا بيه اول جزء معانا اللي هو الجزء الجديد اللي هو الديبندنت فولتج كنترول فولتج سورس، فاروح جايب على الاي دي واروح مختاره. هنلاقي ان احنا عندنا الحاجات المميزه دي معموله بحرف واحد اي، وده يعتبر. وعندنا الاف ده current dependent current source. هتلاقي يعني الحاجتين المتشابهتين فولتج current. عندك بقى ايه اللي هو الميكس ده اسمه voltage dependent current source، وده طبعا current dependent voltage source. طيب هنخش دلوقتي على الفولتج ديبندنت فولتج سورس وهنروح منزلينه هنا بالمنظر ده كده زي ما هو في الرسمه اللي انا قلت لكم في الاول بالشكل ده كده. اروح حاطط المصدر بتاعي واروح جايب المقاومه بتاعتي ونبدا نعمل كل المقاومات الموجوده معايا في الدايره. كنترول ار عشان ادور المقاومه او ادور العنصر اللي هو معايا، وفاضل لي هنا واحده كمان وواحده هنا كمان. بعد كده هنجيب فولتج سورس عادي جدا هنا اهو. نروح ننزل تحت شويه كده، بس ننزل الماوس تحت شويه، اروح حاطه هنا كده، وواحد كمان موجود هنا اهو. تمام. واروح بعد كده جايب الجراوند بتاعي ده اساسي. ولو انا عايز ارجع ورا شويه بروح اعمل زوم اوت واحرك بان انا ادوس على اي مكان فاضي واحركه. لو لقيت ان انا معايا حاجه ومش عارف اتخلص منها ولنقل دي كده بروح دايس كليك يمين. لو انا معايا زرار الدراج ده ومش عارف اتخلص منه بروح سايب الحاجه كده واروح دايس كليك يمين. تمام. ابدا بقى اوصل الدايره بتاعتي من القلم ده كده، بقعد اوصل بس النقاط دي كده. ممكن اعدي على خلال نقطه في النص من غير ما ادوس عليها وهنلاقي ان هو ضمها معانا اوتوماتيكلي. وبعد كده هروح معدي على الدايره من تحت زي ما احنا شايفين كده. بعد كده نمشي في المقاومات زي ما انا موضح لكم بالمنظر ده كده، وهنعدي هنا ويبقى كده بيتهيألي اخر حاجه نوصل بس توصيل للجراوند. نبدا بقى ان نكتب الارقام. اولا في توصيله كمان. لو جينا بصينا في الرسمه هنا كده هوريها لكم كده. عملت الرسمه اللي قدامنا بالظبط بس لسه ما خدتش القيم بتاعتنا. هنلاقي ان انا معايا الفولتج بتاعي اللي هو بيتم التحكم فيه موجود هنا اهو على القطعه دي. فانا هوصل ازاي؟ هوصل الموجب بالموجب والسالب بالسالب. اروح جايب دي كده، دي الموجب بتاعي، واروح موصل كده اهو، نازل دايس كده اهو. واوعى ادوس هنا كده تبقى غلط، لا اكمل اللي عندي هنا اهو وادوس كده. هنلاقي ان هو مش عامل اتصال بالنقطه دي، لان هو لو كان عامل اتصال بالسلك ده هتلاقي انه عامل نقطه مربع ازرق زي ده، لكن هو مش عامل اتصال بيه. والجزء السالب زي ما لو جينا بصينا كده هتلاقي ان هو موصل بالقطعه دي كده. فاروح واخد السلك ده تاني مطلع منه قطعه كمان واروح موصلها بالمقاومه دي. تمام. يبقى انا كده معايا الدايره اللي معايا دي، الدايره اللي موجوده هنا بالظبط. تعالى بقى نعمل كونفيجريشن لكل واحده منها. لو جينا بصينا على ده هنلاقي ان هنا في الرسمه بيقول سالب 3 في. طالما بقول سالب 3 في يبقى انا لازم اكتب دلوقتي حاجتين: الفولتج اللي هو بيأثر عليه، وده اصلا احنا حددناه لما احنا حطينا الاقطاب عند الجزئيه اللي الفولتج بتاعها بيأثر في قيمته. الحاجه التانيه المالتبلاير وهو الرقم اللي بنضرب فيه هو سالب 3 بس كده. اروح دايس اوكي. طيب تعالى بقى نبص على المقاومه دي تبقى 14، والمقاومة دي هتبقى 3، المقاومة دي هتبقى 2، المقاومة دي هتبقى 5. دي الفولتج ده هيبقى 10 فولت، الفولتج ده هيبقى 25، وده هيبقى 1 اوم. ونقدر ان احنا طبعا نشغل الدايرة بتاعتنا على كده. هندوس على زرار الران ده كده بي سي او بي بي ام تي، هنلاقي ان هو اظهر معانا القيم بتاعه الدايره كلها. لو انا جيت بصيت على الدايره اللي موجوده هنا اهو وفتحت القطعه دي كده، لو جينا حطينا التو ويندوز دي جنب بعض هنلاقي ان انا عندي تيار بتاع المقاومه اللي هي اسمها R4 اللي هو في الرسمه بتاعتي هنا باين ان هو 1 امبير. هنلاقي ان هو برضو 1 امبير. طيب بالنسبه للسالب احنا وضحنا ان الاتجاه السالب ده، فاحنا بنلغي موضوع الاو بي
ونروح داخلين على الايديت سيميوليشن كوماند ونروح مشغلين الترانزيانت ونخلي ستوب تايم 1 تايم ستارت سيفنج داتا 0 دي تبقى 0.1. اروح حاطه هنا كده واروح اعمل ران تاني كده اقدر احدد التيارات اللي في الدايره. فلو جيت بصيت هنا هلاقي ان السهم الاحمر ده بيشاور للاتجاه ده وهو فعلا الاتجاه الصحيح للتيار، وهلاقي ان السهم ده بيشاور لفوق وده الاتجاه الخاطئ للتيار. ليه؟ لان لو جينا بصينا تحت عند الدي سي اوبريتنج بوينت هنلاقي انها -1 وده معناه ايه؟ ده بكل بساطة معناه ان الاتجاه بتاع التيار عكس الاتجاه اللي السهم الاحمر ده بيشاور فيه. لو جيت بصيت على المقاومة دي نفس الكلام، اتجاه التيار قيمة التيار 5 لكن اتجاهه بالسالب وده معناه قيمته بالسالب وده معناه ان الاتجاه بتاعه عكس الاتجاه اللي السهم الاحمر بيشاور فيه. دي كده الدايرة بتاعتنا اتحلت بكل بساطة. ان شاء الله في المثال الجاي هناخد عايزين ناخد سورس تاني بس يكون الكرنت هو المتحكم فيه. ليه؟ لان ده تريكي شوية، يعني في تريكة الى حد ما يعني. لو جينا بصينا على الرسم اللي معايا دي هلاقي ان انا عندي هنا current controlled voltage source. طيب ده بيتعمل ازاي؟ ده يعتبر فيه تريكه شويه. هضطر بس ان انا ارسم الدايره عادي خالص زي ما احنا متعودين، مش هيكون في شيء جديد. لازم اعمل نيو سكيماتيك وممكن اكبرها كده لو انا عايز. نقفل الدرافت القديم اللي كان فيه الرسمه القديمه، مش عايز اعمل لها سيف. طيب نكتب بقى، نعمل فولتج سورس هنا ونجيب ريزيستور هنا كنترول ار عشان ادور. حاطط واحده هنا وواحده هنا واحده هنا كنترول ار، واحده هنا واتنين تحت هنا. وعندي طبعا ال current controlled voltage source. ال current controlled voltage source current dependent voltage source اللي هو ال H، وبتروح عامل تدوير اللي بالمنظر ده كده، وابدا اوصل الدايره بتاعتي عادي بعد ما احط طبعا الجراوند هنا كده. حاطين الجراوند ونبدا نوصل الدايره بتاعتنا عادي خالص بالسلك كده نوصل القطعه دي. وعندي المصدر ده عادي لو هو يعني رامي لبره شويه مش مشكله، كده هو كده لازال يعني ايه الدايره مظبوطه مفيهاش اي مشكله. كشكل ممكن تكون مش مطابقه قوي يعني لشكل اللي في الصوره، ولكن اتس اوكي. ممكن نظبطها عن طريق الدراج تول. الدراج تول هتحافظ على توصيل العنصر ولكن بس بتغيره في مكانه. الدراج تول اهي تكون مخليها الشكل مش ظريف حبتين. يعني في تانية في الموضوع مش عايز يخلص منها بس مش مشكلة. شكل الدايرة بقى اغرب من الاول بس ما علينا. يعني ده من عيوب البرنامج ان هو الى حد ما تو كلاسيك. يعني ممكن اصلح دي على فكرة، بروح دايس ديليت واروح قاصص الحتة دي كده خالص نشيلها ونروح موصلين القطعة دي كده بالمنظر ده كده بس كده. نقص دي كمان عشان من عيوب البرنامج انه لازم يكون ما ينفعش يكون مايل. نعمل دي هنا كده وعدي وكمل كده اهو. هات القطعة دي حطها هنا اهو. يعني ممكن يكون من احد الاسباب اللي الناس بتتفادى تستخدم البرنامج ده ان الحاجات الغريبة اللي بتحصل فيه دي. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ انا معايا دلوقتي نبدأ نحط القيم بتاعتنا. في المقاومة دي هيبقى فيه هنا 7 اوم، في المقاومة دي هيبقى فيه 4 اوم زي ما وضح في الرسمة. دي هتبقى 16، ودي الفولتج اللي هنا هيبقى 80. المقاومة اللي هنا تبقى 8 اوم، المقاومة اللي هنا 20 اوم. وتعالى بقى الحتة الخطيرة. انا دلوقتي عندي تيار ماشي في المقاومة 7 اوم، ازاي اقدر احط اتجاه يظبط معايا؟ بروح جايب فولتج سورس ملوش اي قيمة، اتجاه بتاعه لازم يكون التيار داخل ليه عشان لما يجي يجي البرنامج يقرا منه يطلع التيار بالموجب، لان لما التيار يكون داخله ده معناه ان هو المصدر ده بيشحن بيكتسب تيار فهيقرا التيار منه على انه موجب. فده السبب اللي بيخلينا نحطه بالشكل ده. طب معلش انا ليه بعمل كده برضو؟ هقول لك دلوقتي. اولا ده اما انا احط الفاليو بتاعته بصفر،
بس انا عايز اعدل الاسم بتاعه ل الكرنت ريدر مثلا. مش لازم تعمل كده، ممكن تخليه فيه 2 زي ما هو بكل بساطة، بس ده بسميه current reader ليه؟ لان انا هاخده هنا وروح حاطط الفاليو الاولانيه بتاعته بفاليو اللي هياخدها من الكرنت ريدر، هياخد منه الكرنت، هيقرا منه الكرنت مش الفولتج، لان كده الفولتج بتاعه صفر فتاثيره على الدايره مش موجود، غير ان هو بس بنقرا منه التيار. وهيبقى فيه هنا مالتبلاير، ده الرقم اللي بنضرب فيه. لو جينا بصينا هنا نلاقي ان هو 24. روح دايس اوكي. كده هو عمل ايه؟ راح واخد قيمه التيار اللي هنا اللي بتمشي في الفرع ده اللي هو هنا، وراح ضاربها في 24 بس كده. ده كل اللي هو عمله. تمام. المقاومه دي ب7 اوم. يبقى كده الدايره بتاعتنا اهي كامله اهي. نقدر ان احنا نشغل دي سي او بي بي ان تي. معانا الحاجات بتاعتنا اهي. لو جينا بصينا على الحل بتاع الدايره هنلاقي ان احنا معانا القيمه اهي 6.021. وقلنا لو احنا عايزين طبعا نشوف حكايه التيارات ما ناخدش بالسوالب اللي هي موجوده، لا احنا هنروح دايسين على السيميوليت edit simulation command. روح على الترانسيانت، خلي الستوب تايم بتاعه عند 1، ابدا من 0.1 انتر. حط هنا اهو دوس سيميوليت. كبر اللي بتاع عشان هنبدا نحتاج نكبر الدنيا شويه. ممكن نشد دي كده ونشد دي كده، حرك الدنيا كده. برنامج عتيق صراحه يعني معلش ده العيب الوحيد. طيب لكن هو جاي. لو جينا بصينا على اتجاه التيار في المقاومه دي هنلاقي ان هو تحت محطوط بالسالب، ولو دوست هنا هنلاقي ان هو بالسالب، معناه ان الاتجاه بتاعه عكس الاتجاه بتاع الحمرا دي. وطبعا هنا هنلاقي ان القيمه بتاعته برضه سالبه، القيمه بتاعته هنا سالبه، يعني اتجاهه عكس البتاع دي. السهم الاحمر ده هو مجرد توقع من البرنامج للاتجاه بتاع التيار. التوقع ده لما بيطلع غلط بيروح مطلع القيمه بالاشاره السالبه. وده يعتبر كده خلاص. ده كده الفيديو بتاعنا يعتبر خلص. شكرا جدا لمشاهدتكم، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن ال AC circuits، ودي برضو يعتبر فيها تريكات كويسة جدا برضو، خاصة برضو مع ال dependent voltage و current sources. دي ان شاء الله في الفيديو الجاي بإذن الله ان كان الامر. شكرا جدا لمشاهدتكم. مش تنسوا تدعمونا بزرار اللايك والسبسكرايب، وتشيروا الفيديو ده اهم حاجة عشان غيركم يستفيد. ما تبخلوش ابدا على معلومه، طول ما كل واحد عنده معلومه ما يبخلش بيها ابدا على حد. شكرا لمشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.